أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ملوك ورؤساء وأمراء الدول والحكومات العربية، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهودين، وعلى ما لمسناه من جهد وحرص بالغين لتوفير كافة السبل لنجاح هذه القمة الهامة تحقيقا لما فيه صالح أمتنا العربية. كمؤكد لجلالته دعم مصر ومساندتها الكاملة خلال فترة رئاسته للقمة العربية، واثقا فأن خبرته وحكمته ستساهمان إيجابيا في تدعيم أواصر العلاقات بين مختلف الدول العربية. كما يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الشقيقة على جهوده وجهود دولته خلال رئاستها للدورة السابقة من القمة العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد قمتنا اليوم في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة بأسرها، تحديات تستهدف وحدة وتماسك الدول العربية وسلامة أراضيها، وتهدد مقدرات شعوبها ومصالحها العليا. تنعقد هذه القمة وتتطلع معها أنظار شعوبنا لموقف قوي يستعيد وحدة الصف العربي للوقوف بحسم في مواجهة الأخطار التي طرأت على منطقتنا خلال السنوات الماضية، فأضعفت الجسد العربي حتى بات يعاني من تمزقات عدة، وأصبح لزاما علينا أن نتصدى للتحديات التي نواجهها برؤية واضحة وإصرار كامل على تعزيز أمننا القومي والحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة من أبنائنا وبناتنا. الأشقاء الأعزاء، على مدار السنوات الماضية تركزت التحديات الجديدة التي عصفت بوطننا العربي في انتشار الإرهاب وتزايد خطورته، وفي إضعاف كيان الدولة الوطنية، بل في تحدي فكرتها الأساسية كوطن جامع لأبنائه وموتقة تصهر الثقافات والطوائف والمذاهب المتعددة في ولاء واحد لوطن واحد. فرأينا ضياع الاستقرار عندما ضعفت المؤسسات الوطنية.